السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أميرة كويزين دي زاد. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. نرحب بكامل البنات اللي التحقوا بنا، نقول لكم مرحبا بكم معنا في القناة، ونتمنى القناة تكون نالت إعجابكم. البنات نطلب منكم طلب أنكم يعني تلغوا الاشتراك تاعكم في القناة وتعاودوا تشتركوا وتفعلوا الجرس، باسكو اليوتيوب ما راه يبعث والو من النوتيفيكاسيون تاوعي. يعني نسبة المشاهدة راهي هابطة بزاف، يعني على بالي ماشي إهمال من المشتركات التوعي اللي نشكرهم بزاف على الدعم تاعهم، ولكن بسبب انه الاشعارات ما راهيش تلحقهم، يعني هذوك الاشعارات ولا كيفاش يقولوا لهم، يعني لي نوتيفيكاسيون ما همش يوصلوكم، يعني ماشي غلطة تاعكم وماشي الغلطة تاعي. فوالا البنات، اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة المشوك باللوز، يعني الطريقة يعني الوصفة الأصلية تاع المشوك. كما تعرفوا المشوك الحقيقي يعني يجي باللوز، حلوة جزائرية 100%، يعني من التقاليد تاوعنا، من التقاليد تاع الحلويات الجزائرية القديمة بزاف، اللي يعني قعدت توجور محتفظة على الأصالة تاعها والذوق تاعها، يعني فوالا. المهم هنا واش نستحقوا البنات؟ نستحقوا 3 كيلات تاع اللوز مطحون كما راكم تشوفوا، يعني مطحون رقيق ماشي بودغ، مطحون رقيق كيما اللي نستعملوه في العقده، كيما اللي نديرو به العقدات تاع لي غاتو لي فارس، يعني ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين، يعني ماشي بودرو وماشي خشين. هنا نستحقوا زوج تاع لو زيست عفوا تاع 2 سيترون، يعني مبشور 2 حبات ليمون. نستحقوا البيض، ونستحقوا حوالي فنجال تاع زبده ذايبه، ونستحقوا رقائق اللوز ولا لي زاموند افيلي، تقدروا تبدلوهم لي زاموند كونكاسي، يعني اللوز المهرمش، ماشي مشروط ديروا بلي زاموند افيلي، تقدروا تبدلوهم. وهنا نستحقوا لي سوريس كونفي ولا اي يعني فاكهه هكا تكون عندكم، يعني هذو لي فروي كونفي، يعني اي فاكهه تكون عندكم تقدروا تستعملوها. هنا نبداو نعبروا الكيلو اللوز تاعنا كيما قلت لكم 3 كيلات. البنات بالنسبه للوز، انا شوفوا هنايا كان عندي لوز بقشورو، ننصحكم تستعملوا اللوز اللي بقشورو، تملطوه وتخلوه ينشف ومن بعد تطحنوه. يعني كيفاش تملطوه البنات اللي ما يعرفوش؟ ديروا الماء يغلي، كي يغلي مليح الماء ترموا فيه هذاك اللوز به بقشورو، ومن بعد تخلوه واحد شويه غير يبدا ينتفخ، تنحوه تصفوه وتنحوا له القشره تاعو هذيك، يعني غير ينتفخ شويه في الماء غالي تولي القشره تتنحى وحدها. ومن بعد واش ديروه على طرشونه، ولا خلوا الطرشونه هذيك تشرب هذيك لوميديتي اللي تكون فيه، هذاك الماء اللي يكون فيه. انا خليته بات الغد، من ذاك واش درت؟ سخنت الفوغ تاعي على درجه حراره 220 درجه، سخنته يعني مليح، بعد طفيته ودرت اللوز تاعي داخل سنيوه ودخلته في الفوغ طافي مسخن مي طافي. هنا البنات كما راكم تشوفوا نزيد الكيله تاع اللوز، يعني سكر عادي، كيله تاع سكر عادي، نزيد قشور ليمون. قلت لكم بالنسبه للوز هكاك واش درت له، دخلت السنيوه في الفوغ وبقاو تعسوا فيه، يعني حتى تحسوه نشف تطحنوه عادي هكا باش تقعد لكم الرائحه والذوق تاع اللوز، يعني تجي الذوق تاعو ولا اروع. باسكو اللوز اللي تباع مقشر ولا هذاك المطحون، صدقوني لو كان ديروا به الحلوى ماشي حتعطيكم نفس الذوق اللي كي تشروا اللوز بقشوره وتنقوه، تجي الذوق احسن، يعني يجي الذوق تاعو بنين على كي تستعملوا اللوز اللي يكون ديجا مقشر. هنا نزيد الكيله تاعي تاع ليدام، نتمنى البنات ما نكونش كثرت عليكم بزاف الهضره. نخلطوا يعني المقادير تاعنا مليح مع بعضها البعض. وهنا نبداو نزيدوا البيض نديروا حبه كومبلي ونلمو، الا ما لمتناش نزيدوا صفر حبه بيض ونكملوا نخدموا نعجنوا العجينه تاعنا. وإلا ما تلمتش تزيدوا حبه كومبلي، وإلا ما تلمتش تزيدوا نص، يعني حبه بيض كامله صفار، حبه بيض كامله صفار، يعني حتى تلم لكم العجينه تاعكم. جربوها البنات هذه الطريقه وهذه الحلوه، جربوها وردوا لي الخبر، تجي ولا اروع. ونأكد البنات اللوز ما تقلوهش قبل ما تطحنوه، ما تحمصوهش بزاف،
ديروا طريقه كيما قلت لكم، يعني اللوز يكون بيض، ما محمص ما مقلي ما مقلي ما غيان جوتو، يكون هكذاك بيض، نحولو قشورو ويكون هكذاك بيض باش يعطيكم الذوق البنين. باسكو الا استعملتوا اللوز اللي يكون ديجا محمر، تكونوا يعني مقرمش ديجا محمر مقلي، ماهوش راح يجيكم بنين. يعني لازم تستعملوا لي زاموند يكونوا هكذاك بويضين. باسكو كانت خطره صارت لي عطيت الوصفه الوحده وقلات هي اللوز قلاتو في الزيت وما استقتلهاش الوصفه يعني، على ما غابخوشي زعما بلي انا ما عطيت لها لا فوس غوسيت، سيتي با لا بون غوسيت مي نو، هي سيتي لا ميثود اللي لوز يعني ماشي حتعطيك لوز مقلي، ماشي حتعطيك الذوق اللي يعطيه لك اللوز بيض. هنا نعجنوا مليح العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا حتى تولي تتلايم، يعني حتى تشد روحها كيما راكم تشوفونا. نقدروا نشكلوها كي تولي هكا تتشكل نحبسو. وهنا نروحوا للتزيين. واش نستحقوا في التزيين تاعنا البنات؟ نستحقوا بياض البيض، نستحقوا لي زاموند ايفيلي، ونستحقوا لي سوريز. هذا واش نستحقوا في التزيين. قلت لكم لي زاموند ايفيلي اللي ما يعجبوش، اللي ما يعجبهاش الشكل بلي زاموند ايفيلي، دير لي زاموند كونكاسي يعني عادي، يعطيكم الذوق ماش راح يتبدل، برك الشكل هو اللي يتبدل. هنا نوزن كريات فيهم حوالي 30 غرام في الوحدة. 30 غرام يعطيكم شكل شباب، يعني تجي الحبة ما كبيرة بزاف حتى باسلة، ما صغيرة بزاف. باسكو انا ما نكذبش عليكم، من الناس اللي ما يحبوش الحلوة صغيرة. انا الحلوة كي تكون صغيرة بزاف ما تعجبنيش، يعني تكون متوسطة. كنت تعرفوا يعني احنا في الجزائر مشهورين بالحلوى تكون الحجم تاعها كبير، يعني معروفين بالحلويات اللي يجوا كبار، تاكلي حبات الشبعي. وهذه الوصفه البنات باسكو على بالي كاين اللي يعسل المشوك، هذه الوصفه انا يعني ما تتعسلش، ما نغطسوش في العسل، برك هذيك الزبده اللي عطيتها لكم في الاول رايحه دير لكم طراوه، ويقعد لكم الكاطو تاعكم يجي بنين، يجي طري شغل معلك، يجي هايل. هنا نغطسوها مليح في بياض البيض، ومن بعد نفوتوها في لي زاموند ايفيلي. فوالا حتى تترمد مليح كيما راكم تشوفوا. ونحطوها في السنيوه تاعنا. هنا البنات كي تبداو تستووا في الحلوه تاعكم ما تلصقوهاش في بعضها البعض، باسكو فيها بياض البيض، وبياض البيض راح يخمر يعني الحلوه تاعنا راح يكبر الحجم تاعها. كنت تعرفوا بلي بياض البيض يضاعف الحجم تاع الحلوه، ولكن راكم تشوفوا كي استفتها في السنيوه قلت لكم ما تلاقوهاش، ما تلصقوهاش مع بعضها البعض. هنا ندخلوها الفرن على درجه حراره 160 درجه، با بلوس البنات، 160 درجه. نخلوها لو طون لي طيب حتى يعني كي تدي اون بيل كولور نخرجوها، يعني ما تديناش وقت طويل في الطبخ، في الطهي تاعها. وانا نقول يعني باسكو ما فيهاش لا فارين، يعني فيها جوست هذاك البيض باش ينشف سيتو، ما تديلكمش وقت طويل، يعني تديلكم واحد ربع ساعه ولا. عسوها ما تغفلوش عليها. هذه هي البنات فيما يخص الحلوه تاعنا تاع اليوم. كما راكم تشوفوها هو الشكل النهائي تاعها كيفاش يجي. صدقوني تجي ولا اروع البنات. انا درت لكم يعني صوره تاع حبه مقسومه في الاول، تقدموها، تقدروا يعني تسربوها مع لاتاي، مع القهوه، وفي جميع المناسبات، يعني خطبه، فاتحه، باك ان شاء الله اللي رايحين يفوتوا الباك، بروفي، تقدروا
في العياد، في العراس، يعني وصفة تجي بريزونطابل و ميم طون بنينة بزاف، يعني ماشي غير الشكل اللي شباب، حتى الذوق الله يبارك. باسكو كم تعرفوا الحلوى تاع دروك ولاو بلوس الشكل يركزوا بلوس على الديكور اكثر من لوغو. مي هذه نو، لوغو والشكل في زوج يعني يعني يجوا ولا اروع. هذه هي البنات فيما يخص الوصفه تاع اليوم. نقول لكم تهلاو في رواحكم وما تنسونيش باللايك، والى وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.